حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم إسلامي يا مصر. هنستعرض مع حضراتكم أهم الأحداث اللي حصلت في الأسبوع المنقضي وبعد الفاصل، لكن خلوني أنوه لحضراتكم عن موضوع حلقتنا النهاردة. يمكن تابعنا مع حضراتكم الأسبوع اللي فات تصريح الدكتور عصام العريان بعودة اليهود المصريين لوطنهم أو لمصر، وكان لهذا التصريح رد فعل عنيف وسريع وقوي من الشارع المصري منتقدة هذا التصريح. ده يكون موضوع حلقتنا النهاردة تحت عنوان اليهود طرف النزاع العربي. هنروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم نستعرض أهم الأحداث لهذا الأسبوع. بالمحبة الدنيا تحيا، ليه يكونوا ناس في ناحية وناس في ناحية؟ بالسلام بالمحبة الدنيا تحيا، ليه يكونوا ناس في ناحية وناس في ناحية؟ بالسلام عودة لحضراتكم من جديد ونتابع مع حضراتكم برنامجنا إسلام يا مصر وأهم الأحداث والأخبار. النهاردة بتستأنف اليوم محكمة جناية الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد النبي قضية المتهم صبري نخنوخ، وتستمع اليوم المحكمة لشهادة مساعد أول وزير الداخلية. احنا معانا على الهاتف الأستاذ جمال سويد محامي صبري نخنوخ. أستاذ جمال أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. استاذ جمال، النهارده المحكمه بتستأنف المحاكمه واستمعت اليوم لشهاده مساعد اول وزير الداخليه. يا ريت حضرتك توافينا باول تطورات واخرها. هو النهارده كان القضيه كانت مؤجله لسماع شاهدين اللي هو احمد حلمي مدير الامن العام ومستشار الداخليه، والاستاذ جمال حنفي احد قيادات الاخوان وهو محامي وعضو مجلس الشعب السابق. معلش يا فندم استاذن حضرتك بس يا ريت الصوت يعلى شويه. معلش انا في المحكمه فعشان احنا مقدرين. كانت مؤجله لاستدعاء شاهدين او لاستجواب شاهدين. نعم. الشاهد الاول اللواء احمد حلمي مدير الامن العام ومساعد وزير الداخليه، والاستاذ جمال حنفي القيادي الاخواني وعضو مجلس الشعب السابق والمحامي. حضر اللواء احمد حلمي ولم يحضر الاستاذ جمال حنفي. نعم. دارت شهادة اللواء أحمد حلمي حول المعلومة التي قالها الدكتور محمد الفتاجي من أنه قد اجتمع معه ومع وزير الداخلية الحالي وقرر لهم استفسارا عن موقف حلمي نخنوخ من الأحداث، وده كان مقبل الشهادة ومعلوماته عن صبري نخنوخ. وأكثر حاجة قال إن صبري نخنوخ مشهور عنه أعمال البلطجة، وأن هذه أعمال كانت تقتصر فقط على معاونة بعض أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات مجلس الشعب وحشد الجماهير لهم وحراسة المقارب الانتخابية. يعني دي أعمال البلطجة اللي على أساسها كانت المعلومات الخاصة بحلمي. نعم. النهارده احنا انظرينا على طلب برضه الاستاذ جمال حنفي وضمن ملف الاعتقال السابق سنه 91 الخاص بحلمي نخنوخ عشان نشوف هو اعتقل على ايه، واستماع بقيه الشهود والمرافعه ان شاء الله. نعم. بشكر حضرتك الاستاذ جمال سويد المحامي بالنقد، شكرا جزيل الشكر لحضرتك. بنستكمل مع حضراتكم اهم الاحداث. التقى وفد من حركه قضاه من اجل مصر المستشار احمد مكي وزير العدل، طلبته بعدم التدخل في شؤون القضاء لانه يمثل السلطه التنفيذيه. أيضا عقد يوم الخميس اجتماعا يضم حزب النور والدعوة السلفية لإنهاء ترتيبات الانتخابات البرلمانية. أعتقد احنا معانا حد هيعلق على الخبر. طيب هنكمل باقي أخبارنا. طيب كمان الدكتور جمال حشمت القيادي بالإخوان وعضو الشورى تحدث عن قتل الفرقة 95 إخوان للثوار، وبيقول إن ده محض افتراء. قال الدكتور جمال حشمت أن الأحاديث المتواترة في بعض وسائل الإعلام عن وجود ما يسمى بالفرقة 95 إخوان التي قامت بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير هو محض أكاذيب وكلام عبيط.
يتم ترويجه من قبل الإعلام المتربص. ده كان تصريح الدكتور جمال حشمت القيادي بالإخوان وعضو الشورى الحديث. طيب دي كانت أخبارنا وأهم الأحداث اللي حصلت في هذا الأسبوع. ويمكن هرجع مرة تانية وأتكلم حضراتكم عن موضوع حلقتنا النهاردة. وزي ما قلت لحضراتكم كان أساس الموضوع هو تصريح الدكتور عصام العريان بأنه يرحب بعودة اليهود المصريين مصريين الأصل إلى مصر مرة أخرى، وبذلك فهو سينزاح اليهود من فلسطين وحتى تكون فلسطين للفلسطينيين. أثار هذا التصريح جدلا كبيرا وسط الشارع المصري، ومن هنا جاء موضوع حلقتنا النهاردة. وهيكون معانا طبعا النهاردة الأستاذ أحمد الحمراوي المحامي بالنقد أقول القيادي السابق القيادي السابق بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وانشق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكانت له معنا حلقة يمكن مطولة عن أسباب الانشقاق. أهلا بحضرتك، برحب بك مرة ثانية. أستاذ أحمد، حضرتك تابعت معانا زي كل المصريين تصريح الدكتور عصام العريان الخاص بعودة اليهود إلى مصر. كيف نزل عليك الخبر وكيف استقبلت هذا الخبر من القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو أولا هذا الخطاب أو هذا الحديث الذي صدر من الدكتور عصام العريان كان صدمة، وهو ينبئ عن المشهد الحياة السياسية في مصر. احنا للأسف هذا المشهد باستقرائه يتبين أنه لا يوجد ممن يعملون على هذا المسرح من يعمل لمصلحة هذه البلاد. الكل سواء كان حاكما أو معارضا يعمل وفق أجندته ولمصلحته الخاصة وللمصالح الضيقة، ولا تعنيهم مصر لا من قريب ولا من بعيد. فعندما يقال أن أحد السياسيين ذهب إلى ألمانيا يقول لهم أنه رفض اللجنة التأسيسية لأن الأعضاء بها لا يؤمنون بالهولوكوست، ثم يأتي حديث العريان في هذا التوقيت يطالب بعودة الصهاينة اليهود المصريين إلى مصر في براءة وفي سذاجة. هذا كلام لا أوصفه إلا أنه عهر سياسي وليس سياسة. للأسف كنت أظن أن أحقر مهنة في التاريخ هي مهنة الداعرة، ولكن بعد استقرائي للمشهد السياسي في مصر تبين لي أن هناك من هو أحقر من الداعرة. الداعرة أحفظ بس على كل هذا وصف. نعم أنا معلش، أنا أسفة أن أنا لازم أتحفظ. تحفظي حضرتك، تحفظي كما شئتي. نعم. ولكني أنا آسف، أنا يعنيني بلدي، تعنيني مصر، لا يعنيني هؤلاء الذين يعني عندما يعني أنا هقول لحضرتك. طيب احنا كمان بس انا بدون مقاطعه حضرتك وعايزه انوه لكل مشاهدينا ان احنا في انتظار الاستاذ الدكتور محمد الجزار استاذ بجامعه طنطا ممثلا عن الاخوان المسلمين، عشان هيكون موجود معانا النهارده للرد وهو يكون الطرف الثاني. وهو طبعا فانا يا ريت انا عايزه حضرتك بس عشان ما نبقاش نبان قدام الناس او البعض يتهمنا بان احنا اعلام غير محايد. انا بس مره تانية بوضح ان احنا بيكون معانا الطرفين، يعني الراي المعارض والراي المؤيد للموضوع او للخبر او للفكره. فلكن ان كون ضيفي كرسي موجود، الكرسي بتاعه موجود اهو، ضيفي اتاخر، ده مش معناه ان انا بنفرد بفرض راي واحد فقط على مشاهدينا. ده بس لازم التنويه عن ذلك. اتفضل استاذ احمد. نعم، فانا عندما اقول بهذه العباره تلك الساقطه تبيع جسدها لقاء جعل، اما غيرها فهو يبيع دينه ووطنه وكرامته وكل ما يملك لقاء ثمن بخس. يعني انا مش عارف النهارده عندما يقول الدكتور العريان في القنوات الفضائيه في هذا التوقيت انه يرحب بعوده اليهود المصريين الذين هجرهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقال يا ريت اليهود بتوعنا يرجعوا لنا بعد كده. اللي طردهم عبد الناصر لازم يرجعوا. طردهم ليه؟
مصر أولى بهم من إسرائيل. يا راجل يا راجل، هم اليهود تاريخيا الذي طردهم هو جمال عبد الناصر؟ يعني هل تريد أن ترسل رسالة إلى الصهاينة بأن جمال عبد الناصر قد ارتكب معكم هولوكوست جديدة بتهجير اليهود والاستيلاء على أموالهم وعلى ممتلكاتهم والكلام ده كله؟ ماذا تريد أن تقول الآن؟ يعني هو عبد الناصر ده تاريخيا يا رجل الذين هجروا اليهود هي وكالات التهجير اليهودية منذ، يعني أنا أفهم من حضرتك من كلام حضرتك إنك بتنفي التهمة تماما عن الرئيس الراحل نعم جمال عبد الناصر نعم في تهجير اليهود، نعم وإنك يعني نعم غير متفق مع أيا كان بتصريح طبعا الدكتور عصام العريان بأن جمال عبد الناصر الرئيس الراحل طبعا لا يا فندم هو المسؤول عن تهجير اليهود. تاريخيا سبب هذا التهجير وكالات التهجير اليهودية التي استعانت باليهود في الدعوة إلى الهجرة إلى إسرائيل أرض الميعاد ومن النيل إلى الفرات والكلام ده كله، والأحداث التي حدثت في مصر سنة 47 و48 المتعلقة بالتفجيرات، تفجيرات حارة اليهود وتفجيرات السينمات سينما مترو والمحلات بنزيون وغيره، كل هذه الأحداث التي حدثت لليهود في مصر لم يكن عبد الناصر موجودا أيامها، وإنما ارتكبت بفعل مصر الفتاة والإخوان المسلمين، وكانت سبب رئيسي في التهجير اليهود. وأنا لا أعيب على مصر الفتاة ولا على الإخوان ما فعلوه، لأنه كانت فلسطين بتغتصب وكان اليهود بيدبحوا في الفلسطينيين والكلام ده كله، وأي موقف كان بيتخذ كان له ما يبرره. لكن أنا النهاردة ما جيش في هذا التوقيت أقول عبد الناصر لا، اليهود وما فعلوه وقضية لافون والتجسس على مصر والتخريب مصر والإساءة إلى مصر وإلى علاقتها بالخارج وتشبع الصهاينة المصريين من اليهود بالأفكار الصهيونية ولائهم وانتمائهم إلى إسرائيل قبل أن يكون إلى مصر هو الذي هجرهم. وعموما هم عندما هاجروا أخذوا أموالهم، وبعد حرب 56 لما مشى اليهود الفرنسيين والبريطانيين من مصر، فرنسا وبريطانيا عملت اتفاقية مع الحكومة المصرية واستردت إليهم تعويضات. يعني هذا الكلام الذي يقال الآن يعني حضرتك شايف انه ليس له اساس من الصحه بان نعم. حتى اليهود لهم ممتلكات خاصه نعم. وانهم لهم اموال تركوها وقت ما تم تهجيرهم على حسب التصريحات الخاصه بان جمال عبد الناصر الرئيس الراحل هو المسؤول نعم. عن تهجير اليهود. لا تماما. ثم اقول للدكتور العريان هؤلاء الذين تطالبهم بالعوده الى مصر خاضوا 3 حروب ضد المصريين في 56 و67 و73. هؤلاء يا سيدي هم الذين قتلوا أولادنا وعملنا في بحر البقر وفي غيرها. أنسينا كل هذا؟ قتلوهم في بحر البقر وفي أبو زعبل وتآمروا على مصر يوم أن كانوا في رحابها كيهود خيبر. ماذا؟ هل هؤلاء مصريون؟ نريد منهم العودة بعد أن يعني اكتسبوا الجنسية الصهيونية الإسرائيلية وعملوا ضد مصر وضد العرب وضد المسلمين. ما الذي دهاك يا سيدي؟ لكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنني باستقرائي لهذا ورجوعي إلى التصريحات التي كانت تصدر عن قيادات الإخوان منذ طز في مصر ومرورا أثناء ما كنت حضرتك عضو بالجماعة. نعم، يوم أن كنت عضو بالجماعة وقال مرشد جماعة الإخوان يومها طز في مصر. ثم ما يقوله الدكتور العريان الآن كانت قد ايه الفترة اللي حضرتك يعني سمعت فيها التصريح بتاع حوالي سنة تقول كده طز في مصر؟ سنة وقت ما بين لغاية ما حضرتك أخذت قرارك بالاستقالة. نعم حوالي سنة. لكن لم يكن مبرر لي أن أستقيل أو أترك الجماعة لمجرد أنه أخطأ في هذا اللفظ أو لكن أنا لم أجده الآن لفظا، وجدته تخطيطا ومبادئ وفكر. لما يجي النهاردة حضراتكم يقول لي انه يرجعوا اليهود يرجعوا ويجوا مصر اولى بيهم، اقول له يا سيدي انتم المصلحة عندكم الخاصة ومصلحة الجماعة تعلو على مصلحة مصر. مصلحة الإخوان تعلو على مصلحة الأوطان. أنا أسأل حضرتك وإيه هيكون مصلحة الإخوان المسلمين بعودة اليهود؟ أنا جاي لحضرتك. أولا هم مش الدعوة ليس بالعودة في حقيقتها، ولكنها
يرسلها الإخوان، مش هقول عصام العريان فقط، مضمونها ايه؟ هقول لحضرتك رسالة يرسلها العريان والإخوان إلى الأمريكان وإلى الصهاينة بأننا لا خلاف ولا خلف بيننا وبينكم، وكل المعاهدات وكل الاتفاقات الموجودة قائمة ولها قدسيتها ولها احترامها، بل نحن أولى باليهود منكم، فليأتوا إلينا وليعيشوا في رحابنا، وإن كان أنور السادات استرد سيناء منكم فإننا سوف نسلمكم مصر بما فيها وما عليها. تعالوا يا جماعة، تعالوا. ده رسالة يا سيدتي ليطمئنوا الأمريكان والغرب وإسرائيل بأن الإخوان ليسوا على المبادئ التي سطروها في كتبهم وفي أفكارهم وفي أفعالهم منذ 48 وحتى المرشد مهدي عاكف، وإنما هم في رحاب مبادئ أخرى ترضى بكم وأنتم بجوارنا وأنتم على الرحب والسعة ونحن معكم ونتعاون جميعا وكلام. هذه هي الرسالة. طيب. التي يعني أنا أفهم من حضرتك أن الرسالة دي للرد على بعض الشعارات التي كنا يعني كانت تقال وتثار في الفترة الأولى من حكم الإخوان المسلمين على القدس رايحين بالملايين، القدس سوف تكون عاصمة مصر الثانية. يعني هل ده هو ما أثار تحفظات وخوف الإسرائيليين؟ أنا عايز أقول لحضرتك من النتائج التي خرجت بها أن هذه التصريحات ومن قبلها خطاب الرئيس مرسي لشمعون بيريز وللصهاينة دليل على أن قيادات الإخوان المسلمين الحالية قد كفرت بفكر ومبادئ الإخوان، المبادئ التي أنشأت عليها الإخوان منذ 48 وحتى عصر مهدي عاكف. ذلك الفكر، فكر الإخوان قام على إيه حضرتك؟ قام على أنه الكيان الصهيوني هو ورم سرطاني في جسد الأمة لابد من استئصاله، ولا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض ولا مع هذا العدو الصهيوني. ومرشد الإخوان مهدي عاكف قال كده، قال إن هذه المسألة ثابت من ثوابت الجماعة وليس محل جدل أو نقاش، مشيرا إلى أن إسرائيل في نظر الجماعة هي مجرد كيان صهيوني مغتصب لأراضينا العربية والإسلامية المقدسة قام على الجماجم والدماء وسنعمل على إزالته مهما طال الزمن. هذا هو فكر الإخوان. هؤلاء خرجوا على هذا الفكر. يعني حضرتك شايف انه الفكر الاساسي للإخوان هو معاداة الصهاينة، إزالة هذا الكيان الصهيوني، إزالته من الوجود. أما ما عدا ذلك فهو كلام خارج على هذه المبادئ وعلى هذه الأفكار. النهاردة حضرتك برضو عايز أقول للدكتور العريان، هل تريد أن توصل رسالة شخصية إلى الأمريكان والصهاينة بإيمانك بكلام الدكتور؟ أنا بس معايا مداخلة هاتفية. دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع. دكتور رفعت. أيوة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. دكتور رفعت، احنا نتحدث اليوم عن تصريح الدكتور عصام العريان الخاص بعودة اليهود إلى مصر. كيف وعد بلفور الجديد؟ نعم؟ وعد بلفور الجديد. وعد بلفور الجديد. طيب كيف وجدت هذا التصريح وكيف نزل عليك هذا التصريح؟ شوف يا ستي، أولا لا يجوز لأي سياسي أنه يخوض في موضوع دون أن يعرف حدوده وأهدافه وأسبابه وممكناته. الدكتور عصام العريان بيقول نجيب اليهود المصريين اللي في إسرائيل وندفع لهم فلوسهم وتعويضاتهم مقابل ان هم يسمحوا للاجئين الفلسطينيين بالعودة الى بلادهم او ارضهم. لازم يعرف عدة حاجات. اولا كثير من هؤلاء الناس خرجوا بارادتهم الحرة، وبالتالي لا يمكن القول بان هم تم طردهم او تجريدهم من. ثانيا كل من ابعدوا خلال فترة 56 وما بعدها لحد 73 كانوا لا يزيدون عن 2000-3000 واحد. 90% منهم ذهبوا إلى باريس أساسا وإلى بلاد أوروبية أخرى، وبالتالي الذين ذهبوا إلى إسرائيل عدد محدود. هؤلاء سافروا أو أبعدوا أي حاجة في 56، يبقى الوقت فات عليهم كام؟ 156 سنة. يعني اللي خرج سنه 20 سنة بقى 76 سنة. هل مطلوب انك تستعيديه وتقعديه وتعمليه؟ وهذا امر غير منطقي وغير طبيعي، لانهم كثير منهم خرجوا بارادتهم. النقطة الاخيرة نأتي الى موضوع التعويضات.
هل قرار 47 قرار التقسيم بتاع 47 في نص غريب جدا، ويعني او عدى النص بيقول تقسم اراضي دوله فلسطين الى بين فلسطين عربيه وفلسطين يهوديه، دوله اسرائيل اليهوديه. وبالتالي اعتبرت اسرائيل نفسها ممثل شرعي عبر قرار بالامم المتحده بيهود العالم جيلا بعد جيل، وبهذا استطاعت ان تبتز دول اوروبيه كثيره، وان تبتز اساسا المانيا التي لا زالت تسدد لها حتى الان ما يسمى بالتعويضات الخاصه بالهولوكوست وافران الغاز والاشياء دي، يعني ايا كان التقييم له. لكن هو يفتح الان باب جهنم على الاقتصاد المصري. اسرائيل هتيجي تقول انا عايزه تعويض عن كل الممتلكات الاسرائيليه التي صودرت، والتعويض عن الطرد وتعويض عن الابعاد وتعويض، ناسيا انه اليهود الذين كانت لهم ممتلكات بالفعل رفعوا دعاوى امام القضاء المصري واستعادوها بعد رفع الحراسه، مثل فندق سيسل مثلا. فندق سيسل مملوك ليهود كانوا مقيمين في جنوب افريقيا، ولما اترفعت الحراسات رفعوا دعوة وخدوا الفندق. حتى الان هو الان بقى ملك لاصحابه او ورثة اصحابه القدامى. اللعبة دي معمولة ليه؟ طبعا ما فيش حد يعني ساذج الى هذه الدرجة ينام ويصحى يفتكر من رجع اليهود. نمرة واحد، لاكتساب المزيد من الثقة والتأييد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. نمرة اثنين، وهذا هو الأخطر، هذا تمهيد لقصة بقى تبادل مساحات من الأراضي، بحيث طالبين 5 كيلو متر عمقا في سيناء بامتداد الحدود، تضاف إلى دويلة غزة الكبرى، وهذه الدويلة بزعم أنها تحل مشكلة اللاجئين. وطبعا هذا المكان اسمح لي يا فندم بس نوضح واحدة واحدة على المشاهد، مين اللي طالبين؟ مين اللي طالبين؟ العمل المشروع ده أمريكا، إسرائيل، حماس، كل واحد بينظر له من وجهة نظره الخاصة ومن مصلحته الخاصة. حماس عايزة تحل مشكلتها مع الضفة الغربية وتتحول إلى دولة وتستعيد فيها اللاجئين، وطبعا لاجئين 5 مليون يروحوا في حتة صحراء يعملوا بها ايه؟ طبعا كل ده مشروع هدفه ان يقتطع قطعة من سيناء بطول الحدود بعمق 5 كيلو متر، وبدلا منها مصر تاخد مساحة في النقب. وده طبعا لا يمكن لأي إنسان أن يوافق عليه، لأن اللي هيدخل بقواته بإرهابييه وبأسلحته بعمق 5 كيلو متر في سيناء سيستولي على سيناء جميعها، وستتحول وسط سيناء كما هي الآن مشروع لتورا بورا جديدة، أي لموقع قاعدة لتنظيم القاعدة كما كانت في طالبان. وهذا هو وجه الخطورة في الموضوع. الشيء الغريب أن عصام العريان لم يزل مصمما على هذا الموقف، وإن كان قال ده رأي شخصي. واحد رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بتاعه في المجلس التشريعي الوحيد، وقيادي كبير في الحزب، حزب الحرية والعدالة، وبيقول أنا بقول في مسألة تتعلق بمصير مصر وبجوهر القضية الفلسطينية اللي هم بيزعموا أنهم يساندونها، هو يهدم هذه القضية وتنتهي خلاص، لا يبقى في ضفة ولا يبقى في عودة ولا في قدس ولا في أي حاجة. وبالتالي أنا رأيي أنه آن الأوان أن تصدر جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بيانا توضحان فيه موقفهما
من هذا الموضوع. اسمح لي يا فندم، هو حزب الحرية والعدالة بالفعل قد أصدر أن هذا التصريح الخاص بالدكتور عصام العريان هو تصريح يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعبر عن الحزب. ويمكن خليني أقرأ لحضرتك كمان تصريح فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، أن تصريحات العريان لا تمثل الحزب ولكنها تعبر عن وجهة نظره الشخصية، وأكد أن هذه التصريحات لم يكن يقصد بها استقطاب اليهود والمصالحة معهم، لكنه كان يرغب في أن يكون فلسطين للفلسطينيين وأن يعود اليهود لأدراجهم مرة أخرى. كيف ترى هذا التصريح؟ أولا أنا لا أكتفي لأن لو رفعت السعيد طلع تصريح خطير كهذا وحزب التجمع يقول ده بيعبر عن شخصه، يبقى حزب التجمع مؤيد التقرير ولكن اللي قاله، ولكن لا يريد أن يعلن عنه الآن، لأنه المنطق الطبيعي إن قضية خطيرة زي كده ما جماعة حزب الحرية والعدالة أو الأستاذ فريد إسماعيل أو غيره يقولوا هذا موقف خاطئ ويتحمل وزره عصام العريان. أما إنه يتستروا ويداروا ويقولوا ده تعبير عن رأيه الشخصي، يعني أنا تعبير عن رأيي الشخصي ممكن أقول أنا أقول قضية خطيرة وأقول أنا مثلا بأيد الإرهاب أو أنا بأيد كذا أو أنا بأيد كذا؟ طبعا لا، لأن دي قضية تمس أمن الوطن وتمس مستقبل الوطن. دي أول مسألة. لكن هو الأستاذ عصام العريان بيستدعي فكرة، مش بيستدعي أشخاص، بيستدعي فكرة. الفكرة بتقول نحل المشكلة الفلسطينية عن طريق عودة اللاجئين، عن طريق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى غزة، وعن طريق فتح أبواب العالم أمام الإسرائيليين. مفيش بلد في الدنيا طردت أو متهمة إنها طردت الإسرائيليين إلا تونس ويمكن ليبيا وبعض اليمن. يعني هو بينيل الدنيا على 3 دول عربية، ما عدا ذلك الناس راحت وجت وفق رغبتها. نعم. دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، شكرا لمداخلة حضرتك. شكرا يا سيدي. سلام. أستاذ أحمد، أنا عارفة أنه حضرتك ليك تعقيب على هو بس التعقيب في أنه فكرة أنه هذا رأي شخصي. في الإخوان مفيش حاجة اسمها رأي شخصي، قيادة أو غير قيادة، حتى لو أن الرئاسة نفسها ويعني طلعت علينا بتصريح بأنه هذا التصريح يخص الدكتور عصام العريان وهو يعبر عن رأيه الشخصي، وأيضا حزب الحرية والعدالة. يعني لا، هو أنا جاءت كل التصريحات بأن هذا التصريح خاص فقط برأي وشخص الدكتور عصام العريان. الرئاسة عندما تقول ذلك قد يكون لها الحق لأنه ليس متحدثا باسم الرئاسة، لكنه لا يجوز للإخوان ولا لحزب الحرية والعدالة أن يقول بأن هذا رأي شخصي. ليه؟ لأنه ما فيش في الإخوان حاجة اسمها رأي شخصي، في رأي جماعة، في قرارات، في مبادئ. العضو الذي يخرج على هذه القرارات أو المبادئ هو منشق، هو خارج عن الطوق، هو لا يعمل وفق السمع والطاعة، وبالتالي إما أنه يعزل وإما أنه يعبر عن رأي الجماعة التي ينتمي إليها. فالدكتور العريان وهو بهذه القيادة وبهذا الوضع هو يعبر عن رأي الإخوان وليس عن رأيه الشخصي. ولو كان رأيه مخالف لقيادات الإخوان حاليا ما مكث في الإخوان ساعة. وبعدين أنا عايز أسأل حضرتك، النهاردة الإخوان من آخر تصريح سمعه النهاردة إنه يعني هيلفتوا نظره للكلام ده. أنت قيادة حزبية، ما علاقة الإخوان المسلمين بيك بقى؟ يعني أنت وأنت نائب لرئيس الحزب عندما تتحدث في السياسة المسؤول عنك الحزب أو الذي يحاسبك الحزب، ولكن دليل على خلط الأوراق وعلى أن الإخوان ما زالت هي المهيمنة على الحزب، مش حزب، هي المهيمنة وهي صاحبة القول الفصل، هم الذين يحاسبونه وهم الذين يرضون عنه ويوافقون على أفكاره. فما فيش حاجة اسمها رأي شخصي في الإخوان المسلمين. يعني حضرتك شايف إنه دكتور عصام العريان مسؤول مسؤولية كاملة ده الإخوان مسؤولية كاملة بالرغم ما يقال. مفيش حاجة اسمها حتى بعد يعني حتى بعد ما قيل لا يا فندم، أنت ترفض التصريح وتتركه كقيادة موجودة. يا سلام، ده إيه؟ هي الإخوان دلوقتي بدأت بتؤمن بأفكار الغرب حتى ما يؤمنش لها.
يعني انت تبقى قياده حزبي تتعارض مع المبادئ الحزب ومع افكار الحزب وتعمل اللي انت عايزه؟ يا والله ده يبقى كلام جميل جدا ان الاخوان وصلت الى هذه المرحله الان. الاخوان لا تعرف الا السمع والطاعه، ولا تعرف رايا شخصيا، ولا خروج على فكرها ومبادئها وارائها. يعني خلينا برضو نرجع في نفس النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها، وهو وجود تصريح لقيادي بحزب الحرية والعدالة والدكتور عصام العريان نائب حزب الحرية والعدالة، وأيضا هو مستشار الرئيس، ثم تنصل الرئاسة، ثم تنصل حزب الحرية والعدالة وإرجاع الرأي لأنه رأي شخصي. هل ده تخبط في الآراء والقرارات؟ لأن احنا من فترة واحنا بيصدر لنا قرارات كتيرة جدا، و يعني يمكن بنشوف كمان فيها تخبط بنسبة كبيرة جدا. هل ده لأنه القرارات أو التصريحات بتصل إلينا بشكل غير مدروس، أم أن هناك تربص؟ يعني أنا مش عايزة أقول تربص، لأن إحنا لو هنقول تربص يبقى كل الناس اللي بتنتقد مثل هذه التصريحات، وآخرهم تصريح الدكتور عصام العريان، هو متربصة. لكن هم في الأصل يعني التصريح ده تحديدا هو يعني نابع من جميع المصريين، حتى البسطاء، حتى من لا يعلمون السياسة. شوفي أنا هقول لحضرتك حاجة. الإخوان من خلال التجارب، الشخص إذا ما خرج عن الإخوان بتصرف مخالف يقيمون هذا التصرف، فإن وجدوا فيه مصلحة للإخوان تغاضوا عنه إلى حين، وإن كان يعني فيه خروج على قرارات الجماعة. يعني أديك مثل، خروج بعض القيادات في الثورة البلتاجي عندما خرج يوم 25 و26 يناير و28 على خلاف قرار الإخوان بعدم المشاركة، ده خروج عن الطاعة ويعني انشقاق. لكن احنا ما شفناش اي عقاب. ما انا جاي لحضرتك ليه بقى؟ لانه تبين بعد ذلك ان هذا الخروج ترتبت عليه مصلحة للإخوان في الادعاء بانهم شاركوا في الثورة منذ بدايتها ومنذ فجرها. يبقى عاد عليهم بالمنفعة، فيحتفظوا به ولا يعاقبونه الى حين. برضه مش هينسوا ان هو خرج عن الطاعة وخرج عن القرار، ولكن هيجي وقت يصفوا مع الحساب، لكن مش هو ده دلوقتي. نفس الكلام مع الدكتور عصام العريان. انا وجهة نظري انه اعصابه تعبانه منذ فتره. ده برضو الكلام ده بس على لا ده انا يا فندم انا بقول وجهة نظري. بمعنى ايه يا فندم؟ بمعنى ايه؟ يعني متوتر. يعني متوتر ليه؟ لان الرجل تاريخه ونضاله يعني يبينان له انه اصلح بالقياده من غيره، سواء في الحزب او في جماعه الاخوان المسلمين. والرجل تبين له انه مهضوم الحق، وانه معتدى عليه، وانه محاصر. نعم. فبيحاول. انا هرجع للنقطه دي تاني، لكن معايا على التليفون الاستاذ زكي محمود، رئيس جمعيه الوفاق المصري العربي الاسرائيلي عفوا، تحت الاشاره. يمكن اسم الجمعيه احنا كمصريين كاعلاميين كمشاهدين ننتظر عنده قليلا ويستوقفنا، لأنه كنا لا نتوقع أن يكون موجود بالأساس في مصر يعني جمعية هدفها هو الوفاق العربي الإسرائيلي. أيوة يا فندم، حضرتك دلوقتي احنا جمعية سلام لها مجموعة من الأهداف. أهم تلك الأهداف هي الخروج باتفاقية السلام ومفاوضات السلام من الحكومات إلى الشعوب. نعم يا فندم. وكده في نظام محدود اللي كان بيضم الساسة. بنلاقي مثلا الرئيس السادات بيتقدم بمفاوضات، الرئيس محمود عباس أو ياسر عرفات قبل كده بيتقدموا بمفاوضات بعيد خالص عن الشعوب وعن أفكار الشعوب وعن آراء الشعوب. احنا هدفنا ان احنا نشارك الشعوب في المفاوضات ونصحح المفاهيم الخاطئة التي كررها الإعلام العربي في غسل عقول شعوبهم في استحالة إقامة مفاوضات تنتهي بسلام مع العرب وإسرائيل. طب أنا بس لازم أقف عند كلمة تصحيح المفاهيم عند الشعوب اللي غلطها الإعلام. أيوة يا فندم. طيب تقصد إيه حضرتك يعني اديني أمثلة على بعض المفاهيم. أيوة يا فندم. اتفضل. الإعلان من سنة 1948
عند عودة دولة إسرائيل إلى الحياة والإعلام العربي، وهناك أجندات حكومية وأنظمة عربية هدفها الوحيد هو استمرار هذا الصراع دون تحديد نهاية لهذا الصراع الذي التهم كل موارد الدول العربية، وخاصة الدول العربية التي تقع في نطاق الصراع زي مصر وسوريا ولبنان والأردن، ووقفت فيها كل مشاريع التنمية والبناء. ده زود علينا احنا العرب او احنا دول التوك فقرا وبطالة، حتى اصبح العالم العربي يتزيل دول العالم في التخلف والصراع مع الفقر والمرض والجهل. في حضرتك بتتكلمي عن وسائل الاعلام العربيه. انا تحديدا عايز اعرف ايه المفاهيم اللي اكيد من ضمن اهداف الجمعيه عايزه توصلها بشكل صحيح، لانه على كلام حضرتك ان المفاهيم دي هي مغالطه للحقيقه، وحضرتك بتقول ان الاعلام هو من شارك في غلط هذه المفاهيم. انا عايز اعرف من حضرتك بشكل مبسط زي ايه المفاهيم دي؟ زي مثلا انكار دوله اسرائيل في التاريخ. ان اسرائيل ما كانش انقاذها من ايه يا فندم؟ انكار دولة اسرائيل لانها ما كانش لها اصول في التاريخ، مع ان القرآن الكريم ابقاء دولة اسرائيل. انكار يا فندم، انكارها ايوه. مع ان القرآن الكريم صرح 33 مرة ان اسرائيل دولة موجودة. فين؟ 3 وفي سورة يوسف هناك تصريح كامل من سيدنا يوسف عليه السلام ان اسرائيل كانت دولة وكانت موجودة، وما كانش في حد في القدس غيرهم واولاد يعقوب ال11، ودي موجودة في سورة يوسف. وانا ما اعرفش ليه الازهر وبعض المفسرين بيغلطوا نفسهم وبينكروا وجود هذه الدولة، وقعونا في مشاكل جرتنا الى الفقر. واحنا دلوقتي حاليا هناك من يريد ان يجرنا ل 67 تاني عندما انهزمت مصر وخرجت بالكامل هي وجيشها وشعبها من الخدمة نهائيا، وعودنا الى الحياه مره ثانيه بفضل الرئيس انور السادات. طيب استاذ زكي انا معايا هنا، لو حضرتك شايفنا دلوقتي طبعا معايا الاستاذ احمد الحمراوي المحامي والقيادي السابق في جماعه الاخوان المسلمين، القيادي المنشق. ايوه تمام. وهو عايز يوجه لحضرتك وله بعض الاسئله وهو له تعقيبات على كلام حضرتك. اتفضل. انا عايز اسال حضرتك سؤال بس، هو دكتور عصام العريان عضو في الجمعيه بتاعتكم؟ لا، الاستاذ عصام العريان مش عضو في الجمعيه. ده سؤال بس هذا يعني لا يعني اصل هو ده بيتكلم على الشعوب بتاعه. طيب. وانت شايف ان اسرائيل هي التي كانت قائمه وموجوده عبر التاريخ وفلسطين لم تكن موجوده؟ وأن هذا اعتداء على حق اليهود في فلسطين، وأنه القرآن الكريم ذكر بني إسرائيل في فلسطين وأن أرضهم؟ أيوة يا فندم، في سورة يوسف. أنا عايز حضرتك تجيب سورة يوسف. مالها سورة يوسف؟ اديني فرصة أتكلم. عندما قال يوسف لأخويه اذهبوا فأتوا بأهلكم من البادية. البادية هي أرض إسرائيل. يعني كان وقتها مين اللي كان موجود في البادية بقى؟ مين اللي كان موجود أصلا؟ كان بني إسرائيل. قال لهم تعالوا، قال لهم هاتوهم فين يعني؟ يا فندم هذا الكلام تحريف للتاريخ ولا علاقة له بحقيقة التاريخ. هذا الكلام تروجه أنت كما روجته الصهيونية والغرب. فلسطين هي القائمة وهي الموجودة، ولا يوجد للصهاينة ولا لليهود دولة تخصهم عبر التاريخ ولا أرض تحتويهم. هم عاشوا في شتات زي ما القرآن قال وربنا قال برضه، هم عاشوا في شتات وليست لهم دولة. وما تقول وتردده أنت الآن هو حضرتك بتستند على إيه؟ بستند على إيه؟ بستند على التاريخ وعلى الواقع. طب هات لي دليل. أنا جبت لك دليل، هات لي دليل منين؟ هو نتنياهو وليبرمان ودول أصلا كانوا يهود مقيمين في فلسطين وأرضهم وديارهم. اليهود الذين جاءوا من الغرب ومن شذاذ آفاق العالم كانت هذه أرضهم؟ أي أرض يا أخي؟ أيوة. هم دول اليهود. أرض أجدادهم. أجداد مين يا عم؟ أجداد مين يا سيدي؟ أستاذ زكي يعني أنا برضو خليني أدخل في موضوع حلقة النهاردة، وده يعني عشان الوقت بسرعة. كيف يعني أكيد حضرتك تابعت تصريح الدكتور عصام العريان في الأسبوع الماضي. أيوة. كيف نظرت إلى هذا التصريح وكيف استقبلته؟ وهل هو نوع من يعني هيكون له رد فعل إيجابي عند حضرتك والأهداف الجمعية أم لا؟
هو بص حضرتك الاستاذ عصام العريان هو ذهب امريكا وتقابل مع شخصيات امريكيه، وبعد ما رجع من امريكا ادى التصريح ده. لكن احنا بنرحب بهذا التصريح بصفه واحده، ان اليهود هم اللي اسسوا صناعه النسيج في مصر. اليهود هم اللي اسسوا مع المرحوم طلعت حرب صناعه البنوك في مصر. اليهود هم الذين امتصوا دماء المصريين يا سيدي، يعني واخذوا كل ما يعني كل ثرواتهم وهاجروا وتعاملوا مع اسرائيل وكانوا جواسيس لاسرائيل على بلدهم التي كانوا ينتمون اليها. ما عندكش مستندات. انت ما عندكش مستندات. ما عنديش مستندات. انا بجيب لك مستندات وانت ما بتكتبش. امال قضيه لافوندي ايه؟ يا سيدي الفاضل قضيه لافوندي ايه يا سيدي الفاضل؟ انا عايزك تقول لي بس مين اللي دخل صناعه النسيج في مصر؟ يعني حضرتك بتتحدث عن وفين سباهي باشا، وفين مدام شكوريل، وفين عمر افندي، وفين عدس، وفين روفلي. طيب نعم، انا فهمت نقطه حضرتك بان اليهود حضرتك عايز تقول كان لهم دور في الاقتصاد المصري في وقت من الاوقات. ايوه طبعا. حضرتك عايز تقول النقطه دي. طيب انا عايزه اخد رد من حضرتك سريع على التصريح، يعني التصريح ده ممكن يفيد اهداف الجمعيه في ايه؟ لا التصريح دوت ان ده يعتبر تحول ممتاز جدا في جماعه الاخوان المسلمين، ان يصدر من احد اعضائهم الرئيسيين ان في تغيير تمام، ان بعد ما كانت الاخوان المسلمين بتنادي بمحو اسرائيل وبقتل اليهود، اصبح ان دلوقتي في ترحيب بيهم وان هم يجوا. انا بشكر حضرتك استاذ انا بشكر حضرتك على المداخله، شكرا. هنرجع ونعقب على هذا الكلام، لكن هنروح لفاصل نستقبل فيه ضيفنا الاخر الاستاذ الدكتور محمد الجزار، استاذ بجامعه طنطا ممثلا عن الاخوان المسلمين. كونوا معنا بعد. بالمحبة الدنيا تحيا، ليه يقولوا ناس بناحية وناس بناحية؟ بالسلام بالمحبة الدنيا تحيا، ليه يقولوا ناس بناحية وناس بناحية؟ بالسلام بالمحبة الدنيا تحيا، ليه يقولوا ناس بناحية وناس بناحية؟ مهما كنا ومهما كنتم من حقوقنا احنا وانتم، مهما كنا ومهما كنتم من حقوقنا احنا وانتم، رجعنا مع حضراتكم مرة تانية وبنستقبل ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد الجزار، الأستاذ بجامعة طنطا ممثلا عن الإخوان المسلمين. حضرتك يعني عليك أي اعتراض على أنك تبع الإخوان المسلمين أو ممثلا عنهم؟ لأن أنا في أغلب عضو مؤسس في حزب الحرية والعدالة، عضو مؤسس أيضا في حزب الحرية والعدالة، لأنه وعضو الكتلة البرلمانية من 2005 ل 2010 حزب الحريه والعداله. طيب انا اصلي دايما ضيوفي ساعات بيزعلوا يقولوا لي انا مش ممثل عن الاخوان المسلمين، انا تبع الحريه والعداله. لا يشرفني نكون فدايما اقول لهم هو في فرق ما بين الحريه والعداله وبين الاخوان المسلمين؟ لا احنا نقدر نقول ان الحريه والعداله هو يعني الذراع السياسي لجماعه الاخوان المسلمين. لكن بتؤكد عدم الفصل ما بين الحريه والعداله وبين الاخوان المسلمين؟ لا بالتاكيد في فصل تام. حضرتك كنت لسه بتقول انك دلوقتي الحريه والعداله تمثل الذراع السياسي للجماعه على اساس ان احنا يعني المبادئ بتاعتنا بتستقى من المبادئ اللي تعلمناها في جامعه الاخوان المسلمين. طيب انا يعني النهارده موضوع حلقتنا اكيد حضرتك عارف انه تصريح الدكتور عصام العريان بعوده اليهود الى مصر من جديد وان تظل فلسطين الفلسطينيين. فانا كنت باخد ردود الافعال عن هذا التصريح، رد فعل حضرتك ايه عن تصريح الدكتور عصام العريان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه الدكتور عصام من اقدم الكوادر الاخوانيه اللي ظهرت في الميديا عموما يعني. ولما قال هذا الكلام انا بدي نحلله بس بتحليل صغير.
لا سعادتك لو تشوفي أول هجرة لليهود من مصر لفلسطين كانت سنة 48، تاني هجرة كانت سنة 56. إذا افترضنا إن الناس دي كان عمرها 20 سنة أو 30 سنة فهم الآن تحت الثرى. فلما يجي الدكتور عصام ويقول هذا الكلام زي واحد بيعزم عزومة لن تتحقق وهو يعلم ذلك. يعني الناس اللي هم هاجروا من مصر حاليا في ثرى، ماتوا واندفنوا وانتهوا. نيجي للنقطة الثانية وهو يعلم ذلك برضه. طب ايه العلة يا استاذ؟ نعم، ايه العلة بقى؟ ده سؤالي اللي انا كنت هقوله لحضرتك، لكن انا بس قبل ما ننتقل لتفسير وتحليل التصريح ده خليني برضو اعرف، انا عايزه اعرف رد فعل حضرتك ايه التصريح. ما انا هنقول سعادتك اتفضل. ام يهوديه جايه تزور بنتها، فقلت لها على نصة الشارع كان راجل بتاع قصب وكنت هنشتري لك لبشه قصب، فقلت لها ما تتعبيش نفسك يا ماما. قلت لها لا خلي العيال يمصوا. بالظبط هذا هو التصريح بتاع الدكتور عصام، بمعنى ان هو بيدعو ناس للعوده لمصر مش موجودين على الدنيا، لكن موجوده اسرهم وعائلاتهم وابنائهم واحفادهم. مش مصري. المصري اللي كان موجود ومتجنس بالجنسيه المصريه ومولود على ارض مصر، اما الناتج بتاعه او ما نعرفوش. انا لكل تصريح وخصوصا من القياديين البارزين كالدكتور عصام العريان مغزى سياسي. اي تصريح له مغزى سياسي. ما هو المغزى السياسي من هذا التصريح؟ طيب بس نكمل انا كلامي على هو انا بحاول افهم من حضرتك الفكره. نيجي على النقطه الثانيه ما انا قلت لك، ضربت لك المثل بتاع القصب. هو وصلت يعني هيجوا يمصوا قصب مثلا. الشيء الثاني ان لما نيجي نتكلم على التعويضات، معروف ان التعويضات قد دفعت سنه 56 لما أممنا قناة السويس. فكل ما هو أوروبي، كل ما هو لاتيني، الإنجليز، الفرنسويين خدوا تعويضات عن أسهم، ومن ضمنهم اليهود اللي هاجروا في هذا الوقت. فاليهود ما لهمش عندنا أي استحقاقات مالية، والدكتور عصام يعلم ذلك. فأنا يعني تحميل الأمور فوق ما تحتمل. الحقيقة هناك ضجة صارت يعني ما تستاهلش الموضوع ده، ما حدش موجود عشان يرجع. اسمح لي يا فندم، احنا دايما كمصريين بنتحسس اي علاقه لا ما هو حبيبك يبلع لك الزلط والتاني يتلصص لك. انا بقول لحضرتك يعني حضرتك شايف ان ده مجرد ضجه ملهاش اي اساس. من الذي اثار هذه الضجه؟ يعني الدكتور عصام رجل سياسي زي ما قلت لك، ان هو من اقدم الكوادر اللي كانت بتظهر في الميديا، وبالتالي فهناك تصريح من وراء فراغ بس إثبات إن المصريين حقانيين. لما حد بيباله حق إحنا مستعدين نديله. يظهر هذا الرجل اللي هو طالع سنة 56 أو يظهر هذا الرجل اللي طالع سنة 48، إحنا مش هنقول له لا ما ترجعش. ده معنى الكلام. الراجل ده مش موجود أصلا في الدنيا، والدكتور عصام يعلم ذلك، ولكن ده إبراء للذمة إن إحنا دايما حقانيين وما بننكرش على حد. والمغزى السياسي من ان تظل فلسطين الفلسطينيين وفلسطين تستنى الفلسطينيين. هو لما بيقول كده الحقيقه هو الحقيقه بيقصد حاجه تانية، ان جميع اللي جم من شتى بقاع الارض يرجعوا الى اهلهم تاني. وخصوصا ان هناك، انت لما تدرس المجتمع الاسرائيلي هناك تفرقه عنصريه ما بين اللي جاي من اوروبا وما بين اللي جاي من اوروبا الشرقيه وما بين اللي جاي من الكتله الاتحاد السوفيتي ودوله. بالاضافه للناس اللي جايه من افريقيا او جايه من اسيا. ففي تفرقه لدرجه ان الناس فيه نسبه الانتحار عاليه جدا، بيقاسوا من الديسكريمينيشن اللي هي التفرقه العنصريه. فهنا هذه الدعوه هتجد صدى لدى كثير من الاسرائيليين اللي هم بيعانوا من التفرقة العنصرية. لما لا أرجع إلى بلدي تاني؟ طيب أنا خليني بس أقول لحضرتك إنه يمكن أستاذ أحمد الحمراوي كان بيقول إن من ضمن أهم مبادئ جماعة الإخوان المسلمين والتي أنشأت من أجلها هو محاربة الصهاينة، إزالة الكيان الصهيوني وإزالة الكيان الصهيوني. ده إيديولوجية عندنا حقيقة.
ايديولوجيه عندنا مش يعني مش عندنا، احنا مش جايبين، لا احنا مش جايبينها من عندنا. نعم. انت لما تقرا القران كله، نعم، اكثر القران بيتكلم على اليهود والمسلمين وما يضمره اليهود طول عمرهم وعلى مر الزمن وحتى قيام الساعه للمسلمين. ومعروف ايه اللي عملوه في الرسول في انهم سموه غزوه خيبر وبني النظير. يعني كان في يعني على مدار العمر كان في يعني ترصد وتربص بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهي دي اصلا موجوده في عقيده المسلم، دي موجوده اصلا في عقيده المسلم. هو طبعا كلام استاذنا الدكتور كلام صحيح مليون في المية، ان دي عقيده عند المسلمين، وان اليهود عملوا فده ادعى ان انا استدعيهم واجيبهم تاني يخربوا مصر. يعني هو انا عايز اخرب البلد ولا ايه؟ اذا كانوا اليهود، اذا كان هي دي اليهود وهي دي خصالهم، عايزهم يرجعوا ينيلوا ايه عندي؟ قلت لسعادتك اصلا مش موجودين الناس دي يا استاذنا اذا ما اعطيت لهم الحق فبالتالي ينتقل الحق الى ورثتهم والى اولادهم. لا ازاي؟ يعني ازاي لما يبقى مصري وخلف، يعني هو اللي خلف اولاده في امريكا وخدوا الجنسيه الامريكيه مصريين ولا مش مصريين؟ الذي ولد في مصر. اما اننا ناس تانية ما ولدتش في مصر. القانون من ولد في مصر وله ابن ولد في الخارج فهو مصري. القانون يمنحه حق الجنسيه المصريه. فانا النهارده من يا سيدي الفاضل في سفارة، يا استاذنا الفاضل، يا استاذنا، طب يا استاذنا الفاضل، دعنا من هؤلاء جميعا. يعني انا النهارده لما اجي اقول اليهود الصهاينة المصريين، من ذهب إلى إسرائيل من المصريين اليهود هو صهيوني وليس يهودي. لما يروح ويشترك في حروب ضدنا، لما يقتل أبنائنا، لما يمسكوا الأسرى يعني يقتلوهم بدم بارد، لما أنا أقدر أقول على إن ده مصري له حق العودة إلى مصر؟ ده خيانة يا فندم. هو كده رد يبقى مش دكتور محمد، رد حضرتك دكتور محمد يا أستاذ أحمد إنه الرد إنه هم لم يعد لهم وجود من الأساس إطلاقا. يبقى إذن الغاية من هذا التصريح في هذا التوقيت هي رسالة لأمريكا وإسرائيل. ولا لا امال يا فندم يبقى ايه العله منها بس؟ يعني لكل هقول ايه بس؟ دي نوع يعني دي نوع من عله هذا الحديث، دي نوع من التصريحات السياسيه بتبقى في داخل الذي يترتب عليها اثر. انا ما اقولش تصريح، يعني انا بقول لغو يا استاذنا، يعني قيادي يقول لغوا لا يترتب عليه اثرا. الكلام عن اليهود وحق عودتهم والتعويضات المستحقه اليهم، التعويضات قلت لك ده مش اثر مترتب على والادعاء بان عبد الناصر قرر تهاجرهم. انت مش بتسيء لمصر يا استاذنا. عبد الناصر هجر مين يا استاذنا؟ طيب انا دلوقتي دفعت جميع التعويضات اللي كانت عليا للعالم الغربي وكل ما هو ده اللي احنا بنقوله، ده الكلام اللي احنا بنقوله. لكن النهارده في قضايا مرفوعه من القناه سنه 56 كان المفروض انها ترجع لنا سنه 68. ال 12 سنه دول دفعنا كل تعويضاتهم عن الاسهم الفرنسيه والاسهم الانجليزيه والطليانيه وكل مكان موجود في مصر. طيب انا بس عايز انا بس خلوني اقرا لحضراتكم. هو خبر في جريده الوطن بيقول: ابدت مصادر مصريه رافعه المستوى انزعاجها من تصريحات الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحريه والعداله ومستشار رئيس الجمهوريه الخاصه بعوده اليهود الى مصر بعد أسابيع قليلة من مؤتمر دولي نظمته الخارجية الإسرائيلية في القدس المحتلة بدعم أمريكي ومشاركة هيئات ومنظمات دولية لبحث ملف تعويضات اليهود. المؤتمر خرج بتوصيات من بينها تكليف الخارجية الإسرائيلية بإثارة ملف التعويضات لدى الأمم المتحدة وتكليف جميع سفاراتها بالخارج بتنظيم فعاليات لدعم حق اليهود في التعويض من الدول التي خرجوا منها. الدول التي خرجوا مش أن صدور التصريح مع التحرك الأمريكي الإسرائيلي يضع الكثير من علامات الاستفهام حوله ويخرجه من دائرة زلات اللسان لسياسي مصري يفترض أنه يعي ما يقول. ده نقلا عن جريدة الوطن يا فندم. بتاريخ يا فندم ما فيش قيادي في جماعة ما فيش قيادي في جماعة الإخوان المسلمين نعم. له زلة لسان أو يقول كلاما لا يعرف معناه ولا مغزاه ولا يمكن أن يصدر. لا يوجد ولا الإخوان اللي له زلة والحقيقة هذا التصريح أجوف ليس خلفه ما يستحق كل هذه الضجة. حضرتك بتقول ان هذا التصريح أجوف ولا يستحق مثل هذه الضجة. نعم. إذن كيف لي أنا كمواطنة في الشارع المصري أسمع
أن قيادي بارز وسياسي له تصريحات يعني مهمة، وهو أيضا مستشار الرئيس ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، كيف لي أن أحلل أن هذا التصريح أجوف ليس من وراءه شيئا؟ يعني كيف لي أنا كمواطنة الحقيقة لما أن يسأل أتحقق من ما هذا؟ هو أنا لسعادتك لما يسأل الناس الدبلوماسيين عن التصاريح، التصاريح الدبلوماسية لها ستايل معين تتحور لكذا اتجاه. أنا اللي نقصده منه اللي أنا عاوزه أنا بنسبة إن المصريين عندهم ذمة وممكن يدوا لأي حد حقوق. ده يعني خلاصة هذا التصريح. يا استاذنا ادي للفقراء المعدمين، الشعب اللي رايح المقهور المريض المتخلف الغير متعلم، ادي له حقوقه قبل ما تدي الصهاينه. هو يا فندم هي مصر فيها فلوس عشان تديها لليهود يا استاذنا. احنا اديناهم حقوقهم يا استاذنا. طيب ما انت بتقول تعالوا لكم حقوق وتعالوا. عندنا حقوق ايه؟ ما لهمش حقوق يعني هي ناقصه خراب على خراب. اديناهم تعويضاتهم. طب يا فندم بالاضافه ان الاخوان مش مسؤولين عن الوضع اللي فيه الشعب المصري حاليا. طيب يبقى لكن حضرتك عايز تزودها ليه؟ ثقيله. طيب ماشي، يبقى عايز تزودها ليه؟ كنت برضه الارث الثقيل ده بسال حضرتك انا مش هنزودها لانه ما لهمش حق عندي والثابت تاريخيا. ولماذا يا استاذنا تقول هذا الكلام في هذا التوقيت؟ هو ده تحديدا السؤال. ليه مثل هذا التصريح في مثل هذا التوقيت؟ هو كل كلمه حد يقولها نقف عليها وتقوم القيامه. لا كلام خطأ. لا اليهود يا استاذنا مش كل كلمه بدليل ان انا اعلم عن اليهود يعني الكثير. اليهود فرحون ودارس لا مش فرحون. لا فرحون جدا. اليهود زعلانين. تعالى شوف اليهود زعلانين من تصريح الدكتور عصام. لا هم مش زعلانين، هم بيقولوا انه احنا يعني كان هو التصريح ده بيتنبأ بايه؟ لا استاذ بزوال اسرائيل. لا هذا التنبؤ ساذج. لا مؤاخذه يعني هذا التنبؤ ان اسرائيل في 10 سنين هتروح ومش عارف ايه والكلام ده تنبؤ ساذج وليس تنبؤ وانما تبرير يا استاذنا هذا تبرير لتصرف خاطئ وليس. انا في كلامي ما نحبش ان انا يعني اسيء لمسامع المشاهدين بتصور ساذج. لا ايوه لا مش تنبؤ يا استاذنا. لا انا يعني يجب ان انت راجل من الاخوان عندها هذا التصور يعني الضعيف. لا هم قالوا انا مش تصورنا احنا، هم اللي قالوا زعلوا من بتقول حضرتك برضو وصفته بانه تصريح اجوف ليس وراءه اي شيء، يعني ليس له اي خلفيات ولا تداعيات. مثل هذه التصاريح واحنا طبعا حضرتك موجود معانا النهارده عشان نحاول نوصل ونوعي المواطن دلوقتي بيتساءل يعني كيف ما هي ردود الافعال، يعني ايه اللي هيحصل بعد تصريح زي ده. ما أنا قلت طيب مثل هذا التصريح الناس دول ليس اللي حضرتك بتقول عليه ووصفته بانه تصريح اجوف ليس وراءه اي شيء. نعم يعني البلبله يعني لمثل ما فيش بلبله ولا حاجه يا فندم. ازاي انا بلاحظ ان الجماعه اللي هم الاوبوزيشن اللي هم المعارضه بتحاول انها تحمل الامور ما لا تحتمل، مش اكتر من كده. نعم. طب يا دكتور ايه رأي حضرتك لما الدكتور البرادعي قال حديث في ألمانيا حول الجمعية التأسيسية وانهم لا يؤمنون بالهولوكوست؟ صار عليه الاخوان وصار عليه الشعب لا يؤمنون بالهولوكوست. انا قال لهم احنا ما دخلناش الجمعيه التاسيسيه لان اللي فيها لا يؤمنوا بالهولوكوست. صرنا عليه جميعا ورفضنا هذا الكلام وقلنا الكلام ده فيه عماله وفيه خيانه. هو قال كده بس. نعم هو قال بس كده. نعم ايه لا هم لا يؤمنوا بالهولوكوست. هو الهولوكوست ده يعني قرآن. يعني اذا انت كنت عايز لا انا ما هي كلمه الراجل بيقولها يعني مش كلمه. نعمل معبد بوذي. ايه يا استاذ لا هو لا انا بعترف بالاديان السماويه. يا دكتور هي النقطه انا وصلتني يعني انه زي ما حضرتك بتقول كده اذا كان ده تصريح وهو اجوف وما وروش اي حاجه ولا يثير اي شيء وما وروش اي يعني ضغائن او ابتغاءات اخرى، ولكن اثير حوله الضجه. هو حوالين ايه؟ حول تصريح الدكتور عصام العريان. فهو استاذ احمد الحمراوي بيرد على حضرتك ما اثير حوالين قول الدكتور البرادعي حول الهولوكوست. ما اثير حوالين الدكتور عصام يا فندم. يعني هو للاسف يا فندم احنا عندنا مبدا. اسمح لي بس اكمل النقطه عشان اوضحها للمشاهدين. نقطه استاذ احمد الحمراوي انه ايضا كان تصريح الدكتور محمد البرادعي الخاص بالهولوكوست انه اخذ ضجه كبيره جدا
جدا وهجوم واتهام وهجوم واتهام. يعني انا اقصد اقول يا فندم انه ان من يثير الضجه هو الشارع المصري، فالشارع المصري لا يكيل بمكيالين. يوم ما طلع الدكتور محمد البرادعي وادلى بتصريح مثل هذا لم يسكت لسان، ولم يعني وكل الناس تحدثت عن هذا. هو انا بعد اذنك، نعم، انا بس عندي ملحوظه. هو فيما يمنع ان المخطئ يقال له انك مخطئ؟ ده من شيم الكرامه ومن شيم الاسلام والاخلاق ان انا اخطئ المخطئ. طيب والنهارده يعني انا عايز اقول لحضرتك، الاخوان اعلنوا مؤخرا ان ده راي شخصي. طب يا جماعه مش تقولوا لنا ان ده راي شخصي وراي خطا؟ طيب ولا راي شخصي وخلاص؟ اسمح لي استاذ احمد، يمكن الدكتور محمد حضرتك تابعت معانا انه كان في تصريح من حزب الحريه والعداله ان هذا الراي هو راي خاص من الدكتور عصام العريان، وهو يعبر عن وجهه نظره وشخصه ولا يمثل راي حزب الحريه والعداله. نعم، سمعت هذا. حضرتك شفت الكلام ده؟ سمعت هذا الكلام. طيب لو كان التصريح ليس من وراءه اهداف، لماذا التنصل منه؟ ليه لم يبرر زي ما حضرتك بتقول؟ والله يعني انا شايف انهم لما قالوا الكلام ده يعني ربما يكون تحت وطأة الضغط الاعلامي، لكن انا شايف انه لا داعي لهذا التنصل، لان الدكتور عصام بيدعو ناس ميتين. لازم نعقل كلنا ان الدكتور عصام لما دعا ناس ميتين ليس لهم وجود على وجه الارض. فأنا لما نيجي نحمل هذا القول ناس مهاجرة من سنة 48، نفرض ان الراجل ده كان عنده 20 سنة ولا 30 سنة، يبقى النهارده عنده 90 سنة. يعني ده موجود؟ طيب. مش موجود. يعني إذا لن يترتب على هذا التصريح لن يترتب. فما هو بقى الأثر الذي كان في ذهن الدكتور العريان يوم أن أدلى بهذا التصريح وهو يعلم يقينا أن دول ما لهمش حق أن يجوا؟ الدكتور عصام لا يجهل أن الناس دي ميتة. الدكتور عصام لا يجهل ان الناس دي خدت تعويضات. هل الدكتور عصام بقى مؤمن بكلام الدكتور مصطفى الفقي ان السلطه في مصر لا تاتي الا عن طريق جواز المرور الامريكاني الاسرائيلي وبالتالي يقدم لهم القرابين لبيان عما؟ امال ايه يا استاذنا؟ بس لا عليه اسمحوا لي معايا بس على الهاتف، معايا على الهاتف دكتور جمال حشمت القيادي بالاخوان وعضو الشورى الحديث. اهلا بحضرتك دكتور جمال. اهلا وسهلا بك. دكتور جمال، يمكن موضوع حلقتنا النهارده ونتحدث بالاساس عن تصريح الدكتور عصام العريان اللي اثار جدالا كبيرا في الشارع المصري. ما هو طب ما قلتوش الدكتور عصام ليه يرد؟ ما هو رد الراجل على الكلام. يعني يا ريت يعني والله لو حضرتك نقدر ان احنا نوصل له من خلال حضرتك، نتمنى ان هو يكون معانا ويرد شخصيا. طبعا اولى الحقيقه، انما هو التصريح حمل ما لم يحمل لانه جه في توقيت مش جيد بالنسبه لي. انا بعتبره توقيت مش جيد. انما الكلام عام، يعني الكيان الصهيوني كيان قائم على الهجره. فاذا تمت هجره معاكسه، احنا كنا بنفرح زمان بعد الضربات حماس ان بيتم حاله من الهجره المعاكسه، وده بيعمل اضطراب وتفكيك للمجتمع الاسرائيلي. نعم. وبالتالي لو احنا فكرنا بالمنطق، لان اي مع جواز سفر مصري ويحمل الجنسيه المصريه من حقه ان ياتي الى مصر. ما حدش قال اصلا انه مش من حقه يجي مصر. اقباط المهجر قائمين ولديهم جنسيه مزدوجه، وبرغم ذلك بيجوا مصر وبيدخلوا مصر وما حدش بيتكلم عليهم. اسمح لي استوقف حضرتك، هل يتساوى اقباط المهجر مع اليهود الاسرائيليين؟ لا، انا بتكلم في حاله وجود جواز سفر وجنسيه. لما حضرتك تحملي الاثنين على بعض، التحميل الحقيقه يعني مش مظبوط ومش صح. انا اتكلم الان على من يحمل الجنسيه المصريه. نعم. اي حد يحمل الجنسيه المصريه في اي مكان ما لم تسقط عنه طالما من حقه يدخل، الا اذا كان عندكم قانون ثاني انا ما اعرفه لا حد يعرفه يحول بين المصري وبين دخول الوطن. الحاجه الثانيه ان هذا الامر يعني اثار رعب وفزع لدى الكيان الصهيوني. يعني انا مش متخيل ان عندما تطرح جماعه اخوان ومرشدها على قائمه اشد الناس عداوه للكيان الصهيوني المركز الحقوقي، ان حد يتكلم يقول ان احنا عايزين نجيب اليهود يدخلوا مصر ونفتح لهم بابنا
لا من يحمل الجنسيه المصريه كده شئنا ام ابينا مفتوح الباب له. طيب اما الذين نزعوا جنسيتهم اما الذين شاركوا في اجرام وفي اغتصاب وفي قتل. دكتور جمال، هو تاكيدا لكلام حضرتك انا ضيفي الاستاذ احمد الحمراوي القيادي السابق بجماعه الاخوان المسلمين اكد على هذا الكلام وقال انه بس من ناحيه اخرى ومن وجهه نظر مغايره لوجهه نظر حضرتك، وبيقول انه من اسس ومبادئ الجماعه هي محاربه الكيان وازاله الكيان الصهيوني. وإزالة الكيان الصهيوني من الوجود أساسا، ودي من مبادئ الجماعة. لا يعني الكيان ده بس بصراحة يعني لا استنى دكتور أحمد الحمراوي المسلمين أي كيان اغتصب أرضا بغير حق يزول حتما، دي ما فيهاش هزار. هذا الكيان هو الكيان الوحيد الاستيطاني. هو بس السؤال لحضرتك دكتور احمد اهو يمكن بيقولوا بيقاطع حضرتك انه يعني كيف يكون هذا من ضمن المبادئ الاساسيه للجماعه وكيف يكون مثل هذا التصريح قائم؟ واستاذ احمد يعني المداخله هتكون مع حضرتك مباشره. اتفضل يا دكتور. ايوه ازاي صحتك؟ الله يكرمك. الله يخليك يا دكتور. يعني حضرتك اعلم منا بانه هجره اليهود إلى إسرائيل كانت من 47 و48 وما بعد ذلك، وللأحداث أولا وكالة التهجير اليهودية التي كانت تدعو اليهود في العالم إلى الهجرة إلى إسرائيل والكلام ده كله، وبعدين أحداث العنف التي حدثت لليهود وممتلكاتهم في 47 و48 كل هذه المسائل كانت سبب في هجرة اليهود، وانهم اخذوا اموالهم واخذوا ممتلكاتهم وغادروا البلاد، ومنهم من راح يتعامل مع اسرائيل وتخابر معها وحمل جنسيتها واصبح صهيونيا ولم يكن مصريا بعد ذلك. حضرتك هؤلاء الذين اشتركوا في الحروب ضد المصريين في 56 و67 و73، هؤلاء الذين قتلوا اولادنا في بحر البقر وابو زعبل والكلام ده كله، دول يستحقوا ان نناديهم ونطلبهم بالعودة الى مصر. هل مصر أصبحت مرتع للخونة والعملاء؟ احمد الكلام ده احنا بنقوله وعارفينه يا دكتور. هؤلاء دول لو جم يستحقوا المحاكمة والذبح، مش موجودين مش يستحقوا الأحضان. الأمر الثاني إن الدكتور عصام دعوته لا تتعارض، لأن تفكيك النظام الصهيوني الدولة الصهيونية وإزالتها تمشي مع الدعوة. لما كل واحد يروح بلده اللي جه منها انتهى الكيان الصهيوني، وبالتالي المزايدة على قضية ان احنا جايين نحضنهم وهم قتلونا ده مش هيحصل. لا، نحن لا نتكلم على من شارك في قتل او اغتصاب او من ترك حق ولا بحها ولا اتنازل عنها ولا رفضها. لا، ده كلام فيه تفاصيل زيادة. احنا نتكلم في القضية العامة الآن. هل الدعوة للقتلة؟ لا طبعا الدعوة مش للقتلة. طب يا دكتور الدعوة للمغتصبين؟ لا طبعا مش للمغتصبين. الدعوة تتعارض مع إزالة إسرائيل؟ لا بالعكس، ده تؤكد أن لو كل مهاجر صهيوني ترك وطنه وذهب إلى إسرائيل وأنشأ هذا الكيان، عندما يعود إلى وطنه تفككت الدولة واتحلت المشكلة، وده أمر الآخرين. بس يعني هكمل واخد نقطة حضرتك، لكن في تصريح لحضرتك دكتور جمال، يعني هو طبعا بعيد عن حلقتنا لكن برضو أحب أخده من حضرتك، وهو إن حضرتك قلت إنه الأحاديث المتواترة في بعض وسائل الإعلام عن وجود ما يسمى بالفرقة 95 إخوان التي قامت بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير هو محض أكاذيب وكلام عبيط يتم ترويجه من قبل الإعلام المتربص. ده كان تصريح لحضرتك يا فندم. طبعا فرقة 95 الاستاذ احمد الحمراوي هو كان موجود في الاخوان. نعم. سمع على فرق 92 36 48 سمع على حاجه زي كده؟ لا مفيش الكلام ده خالص. الكلام ده هل اتربينا على العنف؟ هل منهجنا في عنف؟ لا طبعا هذا الكلام حتى قضيه الميليشيات العسكريه، يعني حتى قضيه الميليشيات العسكريه اللي تم الترويج لها معرفه المصري اليوم ومجد الجلاد ومن على شاكلتهم، في الاخر قبضوا على الكبار وسابوا الصغيرين. مش موجود معايا. سابوا الصغيرين، سابوا الميليشيات اللي قبضوا عليها اللي كانت متهمه، في الاخر خدت افراج. قضايا كلها قضايا كاذبه، وتمت احكام من المحاكم المدنيه بالبراءه. وبالتالي الفرقه 95 يبدو انه ثبت انها فرقه في امن الدوله، كانت معده لمكافحه ومقاومه وقتل الاخوان المسلمين في اي مكان، يختاروا بعنايه من كل محافظه، فهذه فرقه شرطيه انما ليست فرقه خاصه بالاخوان المسلمين. هو دكتور ده كان تصريح حضرتك وتعقيبك على الفرقه 95 اخوان. بشكر يعني مداخله حضرتك دكتور جمال حشمت شكرا جزيلا القيادي بالاخوان وعضو الشورى.
تعقيب حضراتكم سريعا دكتور محمد، انا كنت اتمنى تكون موجود معانا اكتر من كده، لكن حضرتك اتاخرت علينا قوي لدرجه ان المشاهد فكر ان احنا جايبين طرف واحد بس. طيب دكتور محمد، هاخد رد حضرتك وتعقيبك وتلخيص سريع كده لكل يعني للتصريح وللرد على كل المغايرين لحضرتك في الآراء. يعني احنا حاليا حقيقة في أولويات لمناقشتها. عندنا مشاكل عمالة، عندنا مشاكل اقتصادية، عندنا مشاكل في الصحة، عندنا مشاكل في التعليم، بدنا نقضي على الدروس الخصوصية، حاجات كتيرة جدا المفروض ان لكننا نمسك حاجة كده بسيطة ونعمل من حبة قبة ونوقف الإعلام كله وكأن الكون وقف على تصريح الدكتور عصام العريان. يعني بغض النظر عن ان الحزب قال ده بيعبر عن رايه ولا الجماعه قالت ده بيعبر عن رايه، الحقيقه هذا التصريح يعني حضرتك شايف ان التصريح ما يستاهلش. احنا عندنا مشاكل، المفروض ان احنا نبدا ان احنا كل واحد يعني يدلي بدلوه ازاي نحل المشاكل اللي عندنا دي. ان شاء الله اوعد حضرتك انه اول لما يكون معانا تصريح ايجابي عن القضاء على البطاله، رفع مستوى وتحسين الصحه العلاجيه للمواطنين، حضرتك هتكون موجود معانا هنا النهارده، لانه برضه هيثير ضجه كبيره جدا في وسط الشارع المصري. يعني تخيلي كده مثلا بدل ما نبتدي نحط خطط ان احنا نكافح ازاي البطاله او نشغل الشباب ازاي او نحسن الصحه او نصلح التعليم، كان في اشياء اولى وقضايا اولى بالاهتمام من هذا، لكن اذا وضعت في تصريح من شخصيه قياديه بارزه انا بوعد حضرتك هيكون ده موضوع حلقتي وهكون حضرتك ضيف وشاهد على هذه الحلقه. استاذ احمد الحمراوي سريعا لان انا لازم اختم حالة. هذه رسالة موجهة إلى الأمريكان والغرب وإسرائيل بتحسين صورة الإخوان، وهي تعبر عن رأي الدكتور العريان وعن الإخوان المسلمين وعن رئاسة الجمهورية، وهي نسف لكل المبادئ والقيم التي قامت عليها جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 28 حتى المرشد مهدي عكا. وسيظل الاختلاف ولكنه ولم يفسد الود قضية. كان ضيفي الأستاذ الدكتور محمد الجزار أستاذ بجامعة طنطا ممثلا عن الإخوان المسلمين، وأيضا كان معي الأستاذ أحمد الحمراوي المحامي بالنقد وقيادي الإخوان المسلمين المنشق. شكرا، بشكر حضرتك.